اتولد صالح سليم يوم 11 سبتمبر سنة 1930 في بيت بيحب الفن والرياضة. والده كان الدكتور محمد سليم أشهر أطباء القاهرة وقتها، ووالدته كانت ست مثقفة بتحب الفن والموسيقى. انضم للنادي الأهلي وهو عنده 14 سنة 1944، وتدرج في فرق الناشئين لحد ما وصل للفريق الأول سنة 1948، وهنا بدأت الأسطورة الحقيقية. من أول لمسة باينة صالح سليم مش لاعب عادي، لاعب عنده ذكاء كروي وكاريزما وهيبة بتخلي اللي حواليه يثقوا فيه تلقائي. اتلقب بالمايسترو لأنه كان بيقود خط الوسط زي قائد الأوركسترا، مفيش كرة بتتلعب غير لما بتعدي عليه. لعب مع الأهلي أكتر من 180 ماتش وسجل أهداف كتير، من أهمهم ال5 أهداف اللي سجلهم في مرمى الإسماعيلي سنة 1958 في ماتش انتهى 8-0، رقم عمره ما اتكسر. صالح سليم كان فنان بالفطرة مش مجازا. شارك في السينما مع فاتن حمامة في فيلم السبع بنات، كان له حضور مميز جدا على الشاشة، ولكنه قرر يركز مع الأهلي والرياضة. محبش يكون مجرد فنان مشهور، كان عايز يفضل رمز للأهلي وجماهيره. سنة 1980 تم انتخابه عضو في مجلس إدارة الأهلي، وبعد 5 سنين فقط بقى رئيس للنادي. صالح سليم رفض يطبل ورفض يساوم ورفض يدخل في أي حسابات غير مصلحة النادي، وأبرز إنجازاته كرئيس تأسيس قناة الأهلي، الحفاظ على هوية النادي، والجملة المشهورة اللي قالها الأهلي فوق الجميع ومفيش حد أكبر من الكيان. صالح سليم كان قائد حقيقي حتى خارج الملعب، ومن أشهر مواقفه لما رفض دعوة الملك فاروق لزيارة قصر عابدين بعد ماتش الأهلي والزمالك سنة 1948 بسبب اعتراضه على تدخلات الملك. سافر مع فريق الأهلي لفلسطين سنة 1961 في عز الاحتلال، وكان هدفه دعم الشعب الفلسطيني وتشجيعهم رغم المخاطر اللي كانت محيطة بالرحلة. يوم 6 مايو 2002 رحل صالح سليم بعد رحلة طويلة من المجد والعطاء، لكن الحقيقة صالح سليم ما ماتش، اسمه لسه بيتردد في كل أرجاء النادي، صورته لسه بتتعلق في المدرجات، وصوته لسه بيرن في ودان كل أهلاوي بيه. لو أنت أهلاوي حقيقي يبقى لازم تعرف قصة المايسترو. صالح سليم مش بس اسم، ده تاريخ. لو عجبتك الحلقة دوس لايك واشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد من التاريخ أهلاوي. في النهاية الأهلي دايما في القلب. سلام.